أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء وفاة الأمير جهير بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بدوره قال الحساب الرسمي للملك سعود على موقع تويتر: ننعى الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، سنفتقدك كثيرا. كما نشر الحساب مقطع فيديو للأميرة الراحلة في سن الطفولة وهي برفقة والدها الأمير سعود في مدينة الرياض في النصف الأول من القرن الماضي. والأميرة جهير هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبد العزيز من زوجته تركية بنت محمد بن عبد العزيز، والراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وأم لاثنتين من بناته هما الأميرتان لام ولين.